مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في موعد نشرة أحوال الطقس تطلع عليكم من قناتكم قناة الوطنية تيفي. إذا نبداو هذه الورقة الجوية إن شاء الله مشاهدينا بالوضعية المرتقبة لنهار اليوم الجمعة إن شاء الله وبإذن الله. اضطرابات جوية راح تكون نشطة، أمطار على العموم تروح من 5 حتى 30 ملم محليا على الولايات التالية: على تلمسان، الجلفة، الغواط، تيارة، البيض. هذه الأمطار إن شاء الله إذا راح تكون مرفوقة برياح قوية، كمية أمطار تروح من 5 حتى 30 ملم كما سبق وذكرنا. الحيطة والحذر مشاهدينا خاصة لمستعملي الطرقات. نهار اليوم الجمعة زوابع رملية نشطة، إذا ننوه المشاهد الكريم بتوخي الحيطة والحذر. بوسط الصحراء عين صالح وأدرار كذلك سرعة الرياح هنا مشاهدينا الكرام على عين صالح تمنرس وأدرار تتراوح من 60 حتى تفوق أحيانا 70 كم في الساعة. إذا مشاهدينا الكرام عليكم بتقليل السرعة لأنه هذه الزوابع الرملية راح تأثر على الرؤية الأفقية. أما عن درجة الحرارة كما سبق وذكرنا راح تبقى هذه الاضطرابات الجوية نشطة حتى نقولوا شهر 5 جوان ان شاء الله حتى الشهر القادم. بعد ذلك راح يرجع الاستقرار الجوي على جل الولايات ان شاء الله. اذا درجه حراره جدا عاليه، سخانه تكون في الموعد نهار اليوم الجمعه خاصه على شلف سعيده، غليزان، سجلوا 40 39 درجه مئويه. على قسنطينه ام البواقي اذا المرتفع الجوي كذلك راح يكون في الموعد درجه حراره جدا عاليه تلحق حتى 34 درجه مئويه بعد الظهيره. نفس المقياس على سطيف، باتنا، خنشله، على ارس، على عين زال، راس الواد كذلك. إذا اتجهنا كذلك الولايات الصحراوية المرتفع الجوي راح يكون في الموعد ضغط جوي مرتفع، درجة حرارة عالية 43 درجة مئوية تحت الظل بوسط الصحراء. نفس المقياس بأقصى الجنوب نسجلوا 44 درجة إذا أعلى مقياس على تندوف، بني عباس، تبلبالة. إذا للملاحة والصيد البحري ينتقلوا لحل البحر. مع صباح لاحظوا البحر يكون هايج مضطرب، لكن بعد الظهيرة إن شاء الله راح ترجع سرعة الرياح تروح من 20 حتى 25 كم في الساعة. إذا اتجاهات الرياح تبقى نفسها إن شاء الله بعد الظهيرة من جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على سواحلنا الغربية، سواحل المرسى بالمهدي. مشاهدينا هنا لحقنا الختام موعد نشرتكم الجوية نهار اليوم الجمعة، نختموها بموعدكم الفلكي لغروب الشمس. نقول لكم مشاهدينا الكرام جمعة مباركة، بقوا على خير، دمتم أوفياء لقناتكم قناة الوطنية تيفي. تهلاو في راحتكم.